بيبدأ فيلمنا في مستشفى، بنشوف الدكتور بيبص في الأشعة وكان مستغرب مش عارف ازاي ده حصل، وبيقول للممرضة أنا ايه الأشعة دي كلها؟ انتوا مكبرين الموضوع كده ليه؟ ده واحد اتعض في ايده يعني، شوفي لي المريض ده فين عشان ابص عليه. فبتسأل في الاستقبال عن مكان المريض ده، الممرضة قالت لها دخل العناية المركزة. انا قالت لها عناية مركزة؟ الموضوع مش مستاهل، ده حتة عضة يعني. وبعد ما خلصت شغلها بترجع بيتها وجوزها كان مستنيها علشان يناموا سوا، واثناء ما كانوا نايمين مش بياخدوا بالهم ان التلفزيون قطع البرنامج مخصوص لان في اخبار عاجله حصلت في البلد، بس الجماعه نايمين ومش على بالهم حاجه. تاني يوم لويس بيصحى من نومه بيتفاجئ بجارته الطفله واقفه قدام الباب الاوضه وبجها مليان دم بالشكل ده. بيقول لها في ايه يا بنتي؟ ايه اللي عمل فيكي كده؟ وبيروح لها علشان يساعدها، وفجأة بتعض وبتنهش لحمه. في الوقت ده أنا شالتها وحدفتها بره الأوضة وقفلت الباب بسرعة، بتحاول إنها تساعد جوزها عشان النزيف يقف، فبتخلع كيس المخدة وبتحطه على الجرح. بعد كده بتتصل على الإسعاف لكن الخط بيكون مقفول. بتبص جنبها بتتفاجئ بجوزها هجم عليها لكنها زقته وخدت مفاتيح العربية ودخلت استخبت في الحمام. بتحاول تفتح شباك الحمام بس كان قافش ومش عايز يتفتح، وبعد ثواني بتلاحظ ان البيت كله سكت، فبتقرب بهدوء من الباب ومش بتطلع اي صوت. بتنادي على لويس بتشوفه مشي ولا لا، وفجأة دخل بدماغه وقال لها نعم يا حبيبتي بتنادي عليا. فبتفتح الشباك بسرعة وبتقدر انها تنط منه. بتوصل العربية وبتفتحها لكنها بتشوف جارها ديفيد، فبيهددها بالقتل لان جسمها عليه دم، وبيطلب منها تتصل بالاسعاف بسرعة. وفجأة بتوصل الاسعاف ويا ريتها ما وصلت، وانا بتلاقي جوزها جاي فبتقفل على نفسها وبتسيبه وبتمشي بالمكان، وهو بيشوف له حته لحمه تانية ياكلها. الدنيا فوضى حواليها في كل مكان والناس بينهشوا في لحم بعضهم بدون اي رحمه، وانا ماشيه في ملكوت الله ومش عارفه هي رايحه على فين. بعد كده بتقف في مكان هادي علشان تاخد نفسها تستوعب اللي هي شايفاه، وفجأة شخص فتح الباب وحاول يشدها بره علشان ياخد عربيتها لكنها داست بنزين وزقته ومشي، وبسبب اللي عملته ده طلعت عن الطريق وخبطت في شجرة. بنشوف مشاهد في جميع أنحاء العالم بعد ما الزومبي انتشر في العالم كله وسيطر عليه بالكامل، ولا جيش قادر عليهم ولا أي حد قادر يقف قدامهم، اللي بيلمحوه بيمرجحوه. المهم أنا بتنزل من العربية وهي دايخة بتتفاجئ بظابط قدامها رفع عليها السلاح وبيقول لها اتكلمي وقولي أي حاجة عشان أتأكد إنك طبيعية. فبتقول له يا أبو قرعة. قال لها كده أنا اتأكدت إنك طبيعية، يلا بينا. بيفضلوا ماشيين سوا لحد ما بيقابلوا 3 أشخاص رفعوا عليهم السلاح بس اتأكدوا إنهم مش زومبي. بيتفقوا كلهم إنهم يدخلوا المول يستخبوا فيه لأنه محوط بسور حديد، وأثناء ما كانوا بيحاولوا يكسروا الباب وفجأة واحد من الزومبي بيشوفهم وكان بإيد واحدة بيهجم عليهم. كينيز قال لهم وسعوا بسرعة أنا هفتحه، وضرب رصاص على القفل فتحه، وقدروا إنهم يدخلوا ويقفلوا على نفسهم في آخر لحظة. ولما دخلوا المكان بيلاقوه ضلمه بالكامل. بيفضلوا ماشيين شويه لحد ما انا بتلاقي سكينه الكهرباء وبتشغلها. بيكتشفوا انهم دخلوا من باب المخزن بتاع المول. بيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا للباب اللي بيدخلهم على المول، ولما بيدخلوا بيلاقوا نفسهم جوه المحل بس باب المحل مقفول. فبيشيلوا قعدة الحمام وبيكسروا بيها الازاز علشان يطلعوا لصالة المول، وكانوا ماشيين بهدوء علشان يأمنوا المكان. وانا بتلاقي نافورة قدامها فبتغسل الدم اللي على ايديها في الحوض بتاعها، ومايكل بيتأكد ان الباب الرئيسي مقفول كويس، واندريا ساب مراته الحامل وراح يتأكد ان الباب الخلفي مقفول. وفجأة بيجي زومبي وبيحاول يدخل لكن من حسن الحظ ان الازاز ضد الكسر. في الناحية التانية بنشوف مايكل بيتمشى في صالة الالعاب وكان بيفتش المكان حتة حتة لا يكون في زومبي مستخبي هنا ولا هنا، وبيلاقي شاكوش كبير فبياخده وبيتفاجئ بباب قدامه وفي خيال بيتحرك من ورا الباب، فبياخد نفسه وبيقرب واحدة واحدة وبيفتح الباب. بيتفاجئ بزومبي قدامه فبيسيب الجثة اللي كان بياكلها وبيهجم على مايكل، والشاكوش بيوجع من ايده وبيتكسر ومش قادر يدافع عن نفسه. بيلاقي ايد الشاكوش جنبه فبيحطها في دجنه بتطلع من جرعته، بقى عامل زي وحيد الجار. بننتقل لصالة المول مع باقي الشباب، واثناء ما كانوا واقفين بيوصل زومبي وبيهجم على لودا الحامل وكان هيعضها لكن كينيس خبطه بالسلاح في دماغه، وبعدين بيزق كينيس في الحوض وايده بتتجرح في الحديدة. وقتها انا شالت البندقية وضربت الزومبي طلقة في كتفه. كلهم بدأوا يجروا اتجاه الاسانسير وقابلوا باقي الشباب اللي كانوا بيأمنوا على الابواب. واثناء ما كانوا في الاسانسير انا شفت الجرح اللي في ايد كينيس فطمنته انها ممرضة وهتقدر توقف النزيف وتعالج الجرح. بيوصلوا الدور الثاني بيتفاجئوا ب3 حراس امن رافعين عليهم السلاح وبيهددوهم بالقتل. كينيس قال لهم مفيش حد فينا اتعض من الزومبي، بس جون قائد الامن ما كانش عايزهم يدخلوا، وبعد شوية جدال أنا أقنعتهم إنهم يدخلوا، بس جون اشترط عليهم إنهم يسلموا الأسلحة اللي معاهم عشان يدخلوا، وفعلا بيسلموا الأسلحة علشان يدخلوا.
هو مكان آمن يستخبوا فيه، ولما بيدخلوا بيتابعوا التلفزيون بيكتشفوا إن الزومبي دمر العالم بالكامل، وفهموا كمان إن الطريقة الوحيدة عشان يقتلوا الزومبي يضربوهم في دماغهم. بيسمعوا من ضابط إن في حصن اسمه باستور ده متأمن بالكامل والزومبي موصلوش. بعد كده أندريا أخد مراته لودا للحمام واكتشف إن في جرح في دراعها، بس طمنها وقال لها ده صغير ما يأذيكيه. أما أنا بقى بتبص في مكان الإسعافات الأولية وبتشوف خيط وكحول علشان تخيط جرح كنس، وبتقدر إنها تخيط الجرح علشان النزيف يقف. مايكل بيتكلم مع جون وبيقوله لازم نأمن على كل أبواب المول ونكتب كلمة كبيرة على السطح فوق المول علشان لو أي طيارة عدت تشوفها وتنقذنا. وفعلا جون والاتنين اللي معاه نزلوا تحت وشافوا الزومبي اللي خد طلقة في كتفه بيتشنج في النافورة، فضربوه طلقة في دماغه وقتلوه، وبعدين لفوا على باقي المحلات وقتلوا أي زومبي لقوه. بعد كده لفوا جثث الزومبي بالشكل ده وحدفوها على السطح، وباقي المجموعة كتبوا على السطح النجدة علشان لو أي هليكوبتر معدية تشوفهم. بيبصوا حواليهم من فوق بيلاقوا الزومبي موجود في كل مكان، وأثناء ما جون بيبص بالمنظار بيشوف شخص واقف على السطح اللي قصادهم وكان قافل على نفسه زيهم ومستني مساعدة، والمبنى اللي هو مستخبي فيه ده فيه محل أسلحة تحت، والسلاح في الوقت الصعب ده أغلى من الذهب. والمفاجأة إنهم بيسمعوا صوت طيارة هليكوبتر وبدأوا يشاوروا وكانوا في منتهى السعادة، بيحاولوا يلفتوا انتباهها بأي شكل، ومن سوء الحظ إن السواق ما شافهمش ومشي بعيد. بعد كده بينزلوا للمول تاني بس بيتصدموا صدمة حياتهم، بيتفاجئوا إن جون ضحك عليهم وحبسهم في محل من المحلات وبيقول لهم سامحوني أنا عملت كده علشان محدش يسرق حاجة، هتباتوا في المكان اللي انتوا فيه ده، يلا تصبحوا على خير. مايكل قال لهم احنا لازم نشوف حل، احنا مش هنقعد تحت رحمة الواد اللي اسمه جون ده. وبيجي الليل والكل بينام وتعدي أول ليلة في الوباء اللي انتشر ده. تاني يوم جون بيصحي رجالته ويبعت أليكس لمحل المعلبات علشان يجيب لهم فطار، واثناء ما أليكس ماشي في المول بيسمع صوت انا بتنادي عليه، فبيقول لها في ايه يا استاذه عايزه حاجه؟ بتقول له حرام عليك انا عايز ادخل الحمام، انتوا بتعملوا معانا كده ليه؟ هو احنا اذيناكم في حاجه؟ بيقول لها انا ماليش دعوه، اللي جون بيقوله انا بنفذه، مش هفتح لك دلوقتي غير لما استاذنه الاول. وبعد ما اتحايلت عليه بيوافق انه بيفتح لها. بعد كده بيكمل طريقه لمحل المعلبات وبيشوف كاميرات قدامه بيقف يتابعها، بيتفاجئ بشحنه ماشيه في وسط الزومبي ومتجهه للمول، فبيبلغ القائد جون بيطلعوا على السطح، وكنس ومجموعته بيطلعوا السطح هم كمان، وبيقول لجون في ناس كويسه جوه العربيه اللي لسه واصله، لازم نساعدهم يدخلوا المول علشان المجموعه بتاعتنا تكبر ونكون اقوى ونقدر نواجه الزومبي اللي هياكلنا. جون رفع مسدسه في وشه وقال له انت مجنون ولا ايه؟ انا اللي اقول مين يدخل ومين يطلع، هو صح مين اللي طلعكم من تحت؟ أليكس قال له انا يا باشا انا اللي فتحت الباب، فبيقول له انت كلب ولازم تتعلم الادب بس حسابي معاك بعدين. وفجأة مايكل وكينيس بيغفلوهم وبياخدوا الاسلحه منهم، وأليكس كمان بيساعدهم وبيهدد جون بالقتل، بيقول لجون انت طماع ومش بتفكر غير في نفسك، وبياخدوا جون والمساعد بتاعه علشان يحبسوهم تحت، وبعدين ينزلوا يقتلوا الزومبي اللي قدام الباب ويدخلوا الناس اللي في العربيه، وكان معاهم واحده ست مصابه معضوضه من زومبي بس كانوا مدخلينها على امل انهم يعالجوها، وبيعرفوا ان الناس دول جايين من المعسكر اللي الجيش كان مأمنه، لان المعسكر وقع في ايد الزومبي وتم تدميره بالكامل. بعد كده انا بتبص على الست المعضوضه من الزومبي بس كانت حالتها صعبه ومفيش امل لنجاتها، فبتقول لأليكس خليك معاها هجيب حاجه وجايه. أليكس قال لها طب ما اجيب انا الحاجه وخليك انت معاها. الست فتحت بقها وماتت بالشكل ده، وأليكس واقف قدامها محتاس وبدأ ينقط في البنطلون من خوفه، فبتيجي انا وبتقول لها انها خلاص ماتت وبتغطي وشها علشان يتخلصوا منها، ومفيش ثواني الست قامت تاني بس كانت اتحولت زومبي. أليكس خد بعضه وخلع وبتهجم على انا، لكن انا بتضربها بحديده في دماغها وبتموتها. بعد كده بيقعدوا مع بعض يتكلموا وانا بتقول لهم ان السبب الرئيسي لنقل العدوى هو العض. مايكل قال يا نهار ابيض ده في واحد عجوز جوه متعض، اكيد الشخص ده هيتحول لازم نموته. أندريا بعد ما سمع الكلمتين دول فهم ان الجرح اللي في ايد مراته الحامل ممكن يحولها لزومبي، فبيسيبهم وبيمشي بهدوء علشان ما يحسوش بيه. اما مايكل بيقول لهم وجود العجوز في وسطنا خطر كبير، مع ان بنته نيكول صعبان عليا بس لازم نقتله، وبياخد سلاحه وبيتجه ناحيته. فعلا بيوصل للعجوز وبيقول له انت هتتحول في اي لحظه ولازم نقتلك قبل ما تقتلنا انت. وطبعا بنته بتحضنه وهي بتعيط لان ملهاش حد في الدنيا غيره، والشخص ده كان متفهم انه ممكن يتحول زومبي وبيقول لهم كلامكم صح، الاحسن تقتلوني قبل ما اتحول زومبي واذي بنتي. بس بنلاقي ان مايكل رجع في كلامه وقال لهم مش هقدر انا اللي اقتله، حد تاني يقتله. كينيس قال له انا اللي هقتله، وكانت قرعته مقويه قلبه.
نيكول بتودع باباها وبتحضنه للمرة الأخيرة، وبعدين كينيس بيخش بسلاحه ويخلص عليه. أما أندريا بيكون واقف مع مراته الحامل، بس مش بيقول لها إنها ممكن تتحول لزومبي بسبب الجرح اللي في إيديها، بالعكس بيطمنها وبيقول لها إنها هتولد بأمان وكل حاجة هتبقى كويسة. وأثناء ما كانوا قاعدين أنا بتتكلم مع أندريا وبتقول له مراتك لودا عاملة إيه؟ بيقول لها كويسة الحمد لله. بتقول له ممكن أبص عليها أطمن على حالتها، لكن أندريا بيرفض ومش عاوز حد يعرف إن مراته معضوضة من الزومبي. وبالليل بيتجمعوا كلهم وبيتعشوا سوا، وفجأة الكهرباء قطعت عليهم، وطبعا مفيش غير شخص واحد بس اللي عارف مكان المولدات، جون اللي هم حابسينه. فبينزل مايكل لجون وبيطلعه هو والمساعد بتاعه وبيقول له عرفني طريق المولدات. جون قال له مش همشي خطوة غير لما امسك سلاح في ايدي، فبيديله بلطة وبيتحركوا سوا في اتجاه المولدات. وبيوصل كينيس كمان بسلاحه وبيتحركوا كلهم، بينزلوا الجراج وبيمشوا كل هدوء. واثناء ما كانوا ماشيين بيسمعوا صوت نكش واعصابهم بدأت تتعب، بس بيتفاجئوا ان كلب اللي بيعمل الصوت ده، فبينادي مايكل على الكلب ويطبطب عليه وبيقول لهم ما تقلقوش مفيش زومبي هنا، لان لو كان في زومبي كان كل الكلب. وفجأة الزومبي بينط على المساعد بتاع جون وبيعضه من قفاه، وبدأ الزومبي يطلع من كل مكان وبيتلموا على الغلبان ده وبياكلوه. اما باقي الشباب بيدخلوا بيستخبوا وبيقفلوا على نفسهم الباب، بيضربوا طلقات كتيرة على الزومبي، بس كده الذخيرة هتخلص. مايكل بيلاقي قدامه مسدس بنزيم، فبيحمي الزومبي بنزيم وبيولع فيهم كلهم. بننتقل لأندريا اللي كان بيتكلم مع مراته الحامل، والصدمة انها بدأت تتحول من زومبي، وكان رابط ايديها ورجلها بإحكام عشان لو اتحولت ما تعضوش. بتموت مراته قدام عينيه، بس بيتفاجئ ان الطفل مازال عايش، وفجأة بتهجم عليه وبتحاول تعضه، بس من حسن حظه انه كان مكتفها وبدأ يولدها وهي متحولة زومبي، يمكن يكون ابنه سليم. في الناحية التانية بنشوف الست العجوزة بتقول لأنا إنها رايحة تطمن على مرات أندريا وتشوف حملها عاملة إيه وكده. وأول ما بتوصل بتتفاجئ إنها اتحولت زومبي، فبتطلع المسدس اللي معاها وبتقتلها. أندريا قال لها أنت بتقتلي مراتي، وبيضربها بالسلاح اللي معاه. والمفاجأة إن هي كمان بتضربه وبيقتلوا بعض هما الاتنين، وبيموت يا عيني وهو شايل على إيده ابنه. باقي المجموعة بيسمعوا صوت الطلقات، بيتجهوا ناحيتها يشوفوا في إيه، بيلاقوا الكل مقتول ما عدا الطفل اللي في إيد أندريا. فبتقرب أنا ناحيته وبتكشف وشه، تتفاجئ إن الطفل مولود زومبي، فبتقتله وبتخلص منه. بعد كده بيتجمعوا علشان يشوفوا هيعملوا إيه في المصايب اللي عمالة تحصل دي. مايكل قال لهم وإحنا في الجراج شفنا عربيتين كويسين ممكن نستغلهم ونهرب بيهم من هنا. جون ضحك على كلامه وقال له طب ما تيجي ناخد المركب بتاعه ونتفسح بيه أحسن. اتفاجئوا بكلامه وقالوا له هو أنت عندك مركب فعلا ولا بتتريق؟ قال لهم والله أنا عندي واحد واقف في المينا الجنوبية، بيحطوا خطتهم بقلب جامد وبيتفقوا إنهم يحصنوا العربيات اللي تحت ويحوطوها بالحديد من كل مكان، وبعدين بيتجهوا بيها ناحية المينا علشان ياخدوا المركب ويمشوا. كينيس قال لهم بس لازم نعدي على الراجل اللي في المبنى اللي قصادنا ناخده معاه. قالوا له مفيش مشكلة، واتفقوا إنهم هيتحركوا من هنا بعد 5 أيام. وعلى طول بينزلوا الجراج عشان يجهزوا العربيات، بيقصوا البوابة الحديد وبياخدوا الحديد بتاعها عشان يحصنوا العربيات. أما كينيس بقى بيطلع على السطح وبيكتب رسالة للشخص اللي في المبنى اللي في قصاده، ويقول له إنه هيعدي عليه خلال 5 أيام. لكن الشخص اللي قصاده بيقول له إنه جعان ومش هيقدر يستنى 5 أيام. طبعا دي في حد ذاتها مشكلة، ولازم يوصلوا للشخص ده أكل بأي شكل. وأثناء ما كانوا متجمعين وبيتكلموا مع بعض، كينيس بياخد باله من حاجة ما تخطرش على بال حد. بيشوف نيكول وهي بتلعب مع الكلب، وبيفتكر ان الكلب كان في الجراج والزومبي ما هجمش عليه. بيحطوا الاكل على ظهر الكلب وبينزلوه، وبيقدر يمشي بين الزومبي من غير ما بيهجموا عليه. بيوصل للبيت والشخص ده بيفتح له فتحة صغيرة. المشكلة ان الزومبي مسك الباب قبل ما يقفل ودخل ورا الكلب، ونيكول كانت واقفة مخضوضة وخايفة على الكلب لا يكون حصل له حاجة. وبعدين بتاخد بعضها وبتمشي. بعد كده بيسمعوا صوت عربية، فبيجروا ناحيتها علشان يشوفوها تبع مين. بيتفاجئوا ان نيكول خدت الشاحنة ووصلت بيها للمبنى اللي فيه الكلب علشان تنقذ الكلب. انا قالت لهم لازم نروح لها وننقذها باي شكل، ابوها قبل ما نقتله سابها لنا امانة في ايدينا. وبالليل بينزلوا علشان يساعدوها وبيمشوا من قلب المجاري، وبعدين يطلعوا من الغطا اللي في وسط الشارع. وكانوا ماشيين واحدة واحدة وبهدوء، لكن الزومبي حس بيهم وهجم عليهم، فبيقتلوا عدد كبير من الزومبي وبيدخلوا للبيت اللي الكلب دخله، وبيلاقوا نفسهم جوه محل الأسلحة، وبياخدوا كل الذخيرة والأسلحة اللي محتاجينها. بعد كده بيفتشوا البيت، بيلاقوا الشخص اللي كان بيكلمهم من فوق السطح اتحول لزومبي، فبيفرتكوا دماغه وحسوا باليأس لأن نيكول كده غالبا اتحولت هي كمان. بيبحثوا عنها في كل مكان، بيتفاجئوا إنها مستخبية هي والكلب بتاعها، وكانوا كويسين الحمد لله.
بس المشكلة انهم مش هيقدروا يطلعوا من المبنى ده لان عدد الزومبي كبير قدامه. جون قال لهم سيبوا لنا الطلعة دي، بيجيب انبوبة غاز وبيحدفها في وسط الزومبي وينتشها طلقة بيفرتكهم كلهم، وبيقدروا انهم يطلعوا من المبنى بسرعة وبيقتلوا الزومبي اللي بيقف قدامهم لحد ما بيوصلوا لفتحة الصرف فبينزلوا فيه. بس المشكلة ان في واحد منهم بيوجع من الفتحة ورجله بتتكسر. الزومبي بيوصل لمكانهم وبيحاول جون انه يسحبه علشان ينقذه، لكن الموضوع كان صعب عليه. للأسف الزومبي بيمسكوه بياكلوه وجون بيديله طلقة في دماغه وبيسيبه ويمشي. يفضلوا ماشيين في الصرف لحد ما بيوصلوا للمول ويفضلوا يخبطوا على الباب علشان حد يفتح لهم، والزومبي خلاص على وشك انه ياكلهم. لكن انا الله يبارك لها بتفتح لهم في اخر لحظة وبيجروا كلهم على الجراج وبيقولوا بأعلى صوتهم كله يدخل العربيات. بيوصلوا كلهم للجراج وبيركبوا العربيتين اللي جهزوهم، وأليكس كان عايز نيكول تركب معاه لكنها ركبت في العربية التانية. بيتحركوا بالعربيتين ورا بعض وبيطلعوا من المول وبيمشوا في وسط الزومبي وبيدوسوا على أي حد يقابلهم. بس الكترة تغلب الشجاعة، آلاف الزومبي حاوطوا العربية وتعلقوا عليها والعربيات تقلت ومش عاوزة تمشي. فبيطلع جون الله يبارك له فوق بأنبوبة غاز وبيحدفها في وسط الزومبي وبيضربها طلقة يفتت عظمهم، وبكده يقدروا انهم يمشوا بالعربيات. واثناء ما كينيس ماشي بيبص على المراية بيتفاجئ ان في حد من الزومبي متعلق. العجوز ده بيشغل المنشار عشان يقتله. في نفس الوقت كينيس بيحاول يوجعه ويحاول بالعربية مرة واحدة، وبسبب كده العجوز بيقتل واحدة بالمنشار بدون قصد. وكينيس بيعمل حادثة وبيتقلب بالعربية، فبينزلوا بسرعة عشان ينقلوا العربية التانية، وأول حاجة بينجلوها شنطة الأسلحة. وبعدين مايكل بيطلع وأنا كمان بتطلع، وهي ماشية بيشوفها زومبي لكنها بتديله طلقة بين حواجبه وبتجيب أجله. وبعدين بتلاقي جيش جاي يهجم عليها، بتقدر انها تفلت منهم وبتدخل العربية في اخر لحظة. وبعد نص ساعة ماشي بيوصلوا للمينا، فبينزلوا كلهم بسرعة قبل ما الزومبي يتلم عليهم، وبيتبقى جون لوحده في العربية بيقول لهم امشوا انتوا من هنا وانا هعطل الزومبي. وبيفضل يضرب على الزومبي عشان يجذبه من ناحية الصوت السلاح. للأسف الطلقات اللي معاه بتخلص، فبيلاقي ان هو كده كده ميت، فبيضحي بنفسه علشان ينقذ اصدقائه، وبيضرب على مسدسه على اسطوانة غاز بيفجر المكان باللي فيه. وبنشوف باقي الشباب بيطلعوا على المركب وكل حاجة ماشية تمام. فجأة مايكل قال لهم انا مش هقدر اجي معاكم، وبيوريهم عضة في ايده الزومبي عضها له في وسط المعركة. فبتزعل انا عليه لانها حبته من قلبها. وبعدين بيسيبوه على المينا وبيمشوا على امل انهم يلاقوا جزيرة معزولة بعيدة عن الزومبي ينزلوا يعيشوا بقية حياتهم فيها. بيفضلوا يوم كامل ماشيين لحد ما بيقابلوا جزيرة، بينزلوا بالاسلحة بتاعتهم لانهم مش مديني الامان. تتوقعوا ايه اللي هيحصل؟ بيتفاجئوا بالزومبي طلع لهم من كل مكان، بس المرة دي مفيش مكان يهربوا فيه او مكان يستخبوا فيه. وبيخلص فيلمين على المشهد ده. اشوفكم في الفيلم الجاي، سلام.